شبابنا الغاليين، شباب تالتة اعدادي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض يونت 1 ويونت 2 واخر يونت يا معلم يونت 3. يونت سهله جدا جدا، تعالى نلمها كده كلها بسلطاتها بابا انواعها. يلا كده ناخد مع بعض يونت 3 الجبرا. يلا بينا. هنعمل ايه في يونت الجبرا؟ هفكرك بكل كلمه قلتها، هنبسط لك الدنيا، مش هنسيب لك ولا سؤال، ونحل كمان اكتر اسئله مشهوره. يلا كده مع بعض نبدا. اول سؤال. اول سؤال بيقول لي لو عندي كوين، اي كوين، لو رميت الكوين كان بيطلع ايه؟ يا ملك يا كتابه. فبقول ان السامبل سبيس بتاعنا يا هيد يا تيل. طب لو الكوين ده رميته مرتين او هي لو رميت كوينز، الكوين بتاعي اهو اول مره يا هيد يا تيل. هيد اللي هي الملك وتيل اللي هي كتابه. طب لو اول مره ملك وجيت رميته كمان مره، الرميه التانيه هتطلع ايه؟ برضو يا هيد يا ايه يا تيل. طب لو اول مره طلعت كتابه اللي هي تيل ورميته تاني هتطلع ايه؟ برضو هتطلع يا هيد يا تيل. فعشان كده السامبل سبيس بتاعنا بنقول ايه؟ يا اما احتمال يبقوا المرتين هيد، المرتين ملك، ما انا هرميها مرتين، ممكن الرميه الاولى ملك والرميه الثانيه ملك، او الرميه الاولى ملك والثانيه كتابه، او الرميه الاولى كتابه والثانيه هي اللي ملك، او احتمال الرميتين يطلعوا ايه؟ يطلعوا كتابه. يعني دي المرتين ملك او المرتين كتابه، او الاولى ملك والثانيه كتابه، او الثانيه كتابه، سوري، الاولى كتابه والثانيه ملك. طيب افرض بقى الفراغ واخدنا وقلنا نرميها 3 مرات. يلا بينا. اول رميه اسمها هتطلع لي يا هيد يا تيل، ودي اللي بنسميها التري او الشجره. طيب تاني مره يا هيد يا تيل كده بقت زي الرسمه اللي فوقيها. مع كل رميه بتطلع من كل واحده هيد وتيل، فدي هيطلع برضو منها هيد وتيل هيد وتيل هيد وتيل. فعشان كده النهارده السامبل سبيس بتاعي بيطلع ايه؟ يا 3 هيد يا اما 2 هيد وواحده تيل، يا اما هيد تيل هيد، يا اما هيد تيل تيل، يا اما تيل هيد هيد، يا اما تيل هيد تيل، يا اما تيل تيل هيد، يا اما اخر احتمال يطلع ال3 تيل. تاني سؤال يجي يقول لي عايز the number of elements. يعني ايه number of elements؟ يعني كام احتمال؟ دول احتمالين بس، تطلع ب2. طب دول ده كله اسمه احتمال، 2 3 4، 4 احتمالات. طب هنا ال n of s ادي 1 2 3 4 5 6 7 and 8. طب يا مستر، هي قلب المستر يعني هي لو جات لي تشوز لازم اعد؟ لا، هعلمك طريقه جامده جدا. انت اي كوين بترميه بيطلع يا هيد يا تيل. لو رميته مره واحده يبقى 2 باور 1، رميته مرتين يبقى 2 باور 2، رميته 3 مرات يبقى 2 باور 3، رميته 5 مرات يبقى 2 باور 5، رميته 100 مره يبقى 2 باور كام؟ يبقى 2 باور 100. وده اول فكره ممكن تجي لك. تعال نشوف كمان فكره. طبعا صديقي الصدوق لازم تكون عارف ان مين الايفن 0 2 4 6 8، ومين كمان الاود عكسهم بقى 1 3 5 7 9. مين هم البرايم نمبرز؟ البرايم نمبرز دي numbers not divisible by any number except the one and itself. انزل بالترجمه، نمبر ما ينفعش تديفايد نفسها، زي ال5 يا انا يا ما فيش، زي ال13 اللي هم كانوا مسمينها زمان ارقام النحس، ما ينفعش تقسم.
اوكي، فدول كده اسمهم البرايم نمبرز، كلهم اود ما عدا ال2 بس اللي ايفن. لما اجي اقول لك ديفيزبل باي 2 يعني عايزك تكتب لي تيبل 2 0 2 4 6 8 and so on. لما اقول لك ديفيزبل باي 5 0 5 10 15 and so on. يبقى اكيد السؤال الجاي عايزين حاجه من دول. يلا بينا. بص بيقول لي in an experiment of tossing a single die. ايه السنجل داي ده؟ الداي دي اللي هي الزهره، الكوين اللي هو ايه؟ يا ملك يا كتابه، العمله. لكن الزهره اللي بتاعت الطاوله او بتاعت بنك الحظ. لو انا رميت single die and observing the upper face determines the sample space. What the meaning of the sample space؟ انا لو رميت الزهره هتطلع معايا ايه؟ يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6. طيب بيقول لي ايه بقى؟ ايه is the event of getting an even number. طيب تعالى كده اقول لك على حاجه. في فرق كبير قوي يا صديقي ما بين اقول لك مين هم الايفن نمبر، هتقول لي 2 وال4 وال6. لكن لما بقول لك هنا عايز البروبابيلتي بتاعته، تروح مكمل البروبابيلتي بتاعت الايه 3 من 6 يعني هاف. وخلي بالك ان البروبابيلتي بتطلع برقم، البروبابيلتي بتطلع برقم، لكن الست جواها شويه نمبرز، ممكن يكون جواها نمبر كتير، جواها نمبر قليله، فاي اصلا ما فيهاش، ما فيش مشكله. طب تعال نشوف كمان واحده. السؤال اللي بعده عايزين getting a number prime. مين هم البرايم؟ البرايم اللي هم ال2 وال3 وال5. يعني البروبابيلتي اوف مين؟ 3 من 6 برضه تطلع هاف. طب تعال نشوف اللي بعده. عايزين نمبر less than 7. مين اللي less than 7؟ ال1 وال2 وال3 وال4 وال5. الله، دول كلهم كلمة كلهم بقول عليها شور ايفنت. فلما حد يسألك يعني ايه شور ايفنت؟ الشور ايفنت يعني كله. وخلي بالك ان البروبابيلتي بتاعته انا بعمل 6 من 6 ب1، لازم البروبابيلتي بتاعت الشور ايفنت تطلع ب1. طب تعال نشوف كمان واحدة. لما اجي اقول لك عايز البروبابيلتي ان هو يطلع مور ذان 7، مفيش. المفيش دي يعني فاي، بس هو هتحط الفاي جوه دي، هو يا تكتبها كده يا تكتبها كده. طب لو طلبت منك البروبابيلتي بتاعت الدي، تقول لي ما هو مفيش اوت اوف 6 بزيرو. وعشان كده النهارده اي حاجه مستحيله فاضيه لازم تطلع بزيرو، ودي من ضمن الحاجات المهمه جدا. اي حاجه شور ايفنت بتطلع ب1، اي حاجه امبوسيبل ايفنت بتطلع بزيرو. طب تعال نشوف كمان فكره. لما اجي اقول لك عايزين الايفنت ديفيزبل باي 2، كلمه ديفيزبل باي 2 يعني في تيبل 2 اللي هو 2 و4 و6 اللي هم الايفن يعني. طب اكمل دول بعد كده اكتب بروبابيلتي. لكن لو جيت قلت لك عايزينه ديفيزبل باي 3، مين في دول في تيبل 3 من الاس؟ ما هو السامبل سبيس ده اللي فيه كله. كام واحد ديفيزبل باي 3؟ ال 3 وال6. طب لو قلت لك عايز البروبابيلتي اوف جيتنج 2 اند 3، كلمه اند يعني الانترسكشن، وكلمه الانترسكشن ما بينهم يعني اللي متكرر ما بين ديفيزبل باي 2 وفي نفس الوقت ديفيزبل باي 3. مين النمبرز اللي ديفيزبل باي 2 وفي نفس الوقت ديفيزبل باي 3؟ هي مين؟ ال6. طب يعني ايه معنى كلمه اور؟ كلمه اور يعني كل اللي في ال2 مع كل اللي في ال3، والكلام ده احنا قلنا طبعا كتير. فاتش هنا حط كل اللي في ال2 وال4 وال6، وحط كمان ال3 وال6، يبقى خلاص كده. طيب تعالى بقى كده نجيب البروبابيلتي بتاعته. بالنسبه للبروبابيلتي بتاعت الاولى دي 3 من 6 يعني هتطلع هاف. البروبابيلتي بتاعت الثانيه 2 من 6 هتطلع ثيرد. البروبابيلتي بتاعت الثالثه 1 من 6. البروبابيلتي بتاعت لتر اتش هتطلع 4 من 6 يعني 2 ثيردز. طيب اسمع كمان المعلومه دي. احنا قلنا لو كله كنا بنسميه شور ايفنت، ولو فاضيه بنسميها امبوسيبل ايفنت. خلي بالك ان لو فيها واحده بس
زي دي كده element واحد بس، ده بنسميه simple event. دي برضو معلومات لازم تكون عارفها. طب بعديها حتى هو بص بيقول لي مين في دول سمبل، مين في دول شور، مين في دول امبوسيبل ايفنت. طيب الامبوسيبل ايفنت اللي بتكون فاضيه خالص، الشور ايفنت اللي بتكون كلها كامله، السمبل ايفنت اللي بتكون فيها واحد بس. طب بيقول لي هنا ايه؟ عايز البروبابيلتي انه يطلع جريتر ذان 3. مين في النمبرز دي اكبر من 3؟ هتقول لي ال4 وال5 وال6. يبقى البروبابيلتي بتاعت الاي 3 من 6 تطلع هاف. طب لما اقول لك smaller than or equals 3، ده لتر اي جي. smaller than or equals 3 يعني 3 واقل، برضو البروبابيلتي بتاعت الجي 3 من 6. طيب استفدنا احنا ايه بقى؟ استفدنا هنا برضو في كام سؤال عايز اقول لك عليهم. يجي يقول لك if the probability of an event equal 1، يبقى ده اسمه ايه؟ على طول sure event. if the probability of letter ويقول لك A او B او C مش فارقه equals 0، يبقى then دي نوعها ايه؟ impossible event على طول. ماشي؟ طب يجي يقول لي ان البروبابيلتي بتكون ما بين كام وكام؟ اصغر حاجه 0 واكبر حاجه كام؟ 1. ده مش بس كده، ده انا كمان البروبابيلتي ينفع اكتبها على شكل برسنت. ازاي؟ دي حضرتك لو عملت لها تايمز 100 تطلع 50%، ودي 50%، ودي لما اعملها تايمز 100 تطلع 100%، ودي 0%، ودي تايمز 100 50%، ودي 33 and 30%. انا مش هكملهم كلهم على قد ما اوصل لك مسج بنت لذينه ان الشور ايفنت ينفع اكتبه 1 او 100%. ما هو يعني ايه؟ اكتر حاجه، ما انت ما ينفعش تجيب فوق ال 100%. فانت لو جبت كل الدرجات صح، يعني لو جبت 50 من 50 و30 من 30 و20 من 20 هتجيب 100%. فالماكسيمم بتاعك 100%. واكيد لو سبت الورقه فاضيه هتجيب الكحكه المتينه 0. يبقى اقل حاجه 0% واعلى حاجه 100%. عشان كده بقول لك ماشي هي تحت شويه، بس انا بحب اشرح كله كده في نفس السلايد، ان الامبوسيبل 0 او 0% والشور ب 1 او 100%. طب تعالى نشوف كام معلومه. في برضه معلومه تاني عايز برضه اكد لك عليها. ارجع تاني، المعلومه برضه اللي عايز اكد لك عليها ان كلمه اند يعني انترسكشن، وكلمه اور يعني يونيون. افتكر التكييف اسمه ايه؟ يونيون اور، يونيون اور، يونيون اير، يونيون اير. طب يلا نشوف اللي بعده. كمان سؤال، كمان سؤال، بس انا عارف ان انتوا اكيد عارفينه. بتقولوا ليه يا بنثبت معلومات؟ لازم اديك كل حاجه عشان يبقى كل حاجه اتاخدت ديريفيشن. يلا بقى نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. عندنا باج جواها 21 identical balls، منهم 8 white ومنهم 6 red ومنهم الباقي بلاك. طيب ما هو البلاك ده يتجاب ازاي؟ مش هو كلهم 21؟ فانا هعمل 21 ماينس 6 و8 هتطلع ب 7. يعني معنى كده عندنا 8 وايت 6 ريد and 7 بلاك. بيقول لي عايز البروبابيلتي بتاعت الوايت. طيب كده كده تحت بيتكتب التوتال، وبعدين فوق اللي انت عايزه هيتكتب فوق. هو هنا عايز الوايت، الوايت كام؟ 8. بس حطها على الكالكوليتر اتاكد فيها سمبليفاي ولا لا. طب تعال نشوف اللي وراها النوت بلاك. طالما البلاك 7 يبقى النوت بلاك كام؟ 14. دي فيها سمبليفاي تطلع 2 ثيردز. طب ريد اور بلاك، ريد اور بلاك يعني الاثنين دول مع بعض 6 بلس 7 13. طب البلو مفيش بلو، زيرو. ده اسمه impossible event. ويجي هنا سؤال خبيث شويه. لما اجي اقول لك عندنا كاردس من 20 ل 30، عايز البروبابيلتي انه يطلع ايفن. مين الايفن؟ ال 20 وال 22 وال 24 وال 26 وال 28 وال 30 صح؟ عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 صح؟ نسميها ايه مثلا؟ لو قلت لك عايز البروبابيلتي بتاعت الايه؟ 6 من كام؟ من كام؟
من كام يا حبيبي اللي عارف كل حاجه؟ ها، من 20 ل 30 كام؟ مش 10 والنعمه ما 10. تعالى اعدهم لك، تعالى يا معلم، تعالى تعالى اللي قاعدني وعامل كده وعارف نفسك، فاكر نفسك بالعريف. عد ورايا. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. طلعوا كام؟ 11. وده سؤال جه قبل كده في الامتحانات. خلي بالك لما اجي اقول لك عددهم كام، طالما مش بادي من ال1، لو عملتهم ماينس زود 1 يبقى عددهم 11. اوكي، طب تعال نشوف اللي بعده. عايزين البروبابيلتي انه يطلع برايم نمبر. طب مين هم برايم؟ اللي ما بين ال 10 وال 20. ال 11 برايم، ال 12 لا، ال 13 برايم، ال 14 لا، ال 15 مش برايم لانه ينفع ديفايد باي 3 و5، ال 16 لا، ال 17 برايم وال 19 برايم. تاني كده، هم كده كده الاود، بس ال 15 شيلها، يعني هي 11 13 تمام، ال 15 لا، ال 17 وال 19 يعني عددهم كام؟ 4 اوت اوف 11. طب تعالى نشوف كمان فكره يا صديقي. بص بيقول لي ايه، اقلب يا واد. طيب بيقول لي هنا عندنا كاردز is selected from 30 cards. ماشي، من 1 ل 30، من 1 ل 30 عددهم 30. طالما باديه من ال1 يبقى صح. بيقول لي عايز البروبابيلتي انه يطلع divisible by 5. طيب مين يا ترى divisible by 5؟ يعني تيبل 5 يبقى 5 10 15 20 25 30. دي البروبابيلتي في الاخر. طب عايز البروبابيلتي انه يطلع divisible by 7، يعني تيبل 7 7 14 21 28. شكرا. طيب عايزه يطلع divisible by 3 and 5. كلمة and يعني الانترسكشن. تعالى نجيب الانترسكشن ما بينهم. والله يا ابني ما انا شايف حاجة divisible في نفس الوقت بده وده، مفيش. يعني فاي ده اسمه impossible event. طب عايز اور، لا، اور يعني حط كله على كله. 5 10 15 20 25 37 14 21 28. طيب عايز البيرفكت سكوير. يعني ايه كلمه بيرفكت سكوير؟ تعال اعلمك اصلا يعني ايه بيرفكت سكوير. كلمه بيرفكت سكوير دي يعني حاجه ليها روت. هكتب لك مين هم البيرفكت سكوير العاديين. 1 باور 2 ب 1، 2 باور 2 ب 4، 3 باور 2، 4 باور 2، 5 باور 2، 6 باور 2، 7 باور 2، وهكذا 8 باور 2. دي اسمها بيرفكت سكوير. انا عايز اعرف بقى مين بينهم اللي ما بين ال1 وال30. طبعا اللي ما بين 1 وال30، ال1 معانا، ال4 معانا، ال9 معانا، ال16 معانا، ال25 اخرنا. اللي جبناه ده اسمه ليستنج، لكن البروبابيلتي لازم يطلع برقم. يعني انا عشان اقول ان البروبابيلتي بتاعت الايه 1 2 3 4 5 6 6 من 30 فيها simplified divided 2، لا ده 1 over 5. طيب اللي بعديها probability of B 1 2 3 4 4 من 30 يعني 2 من 15. طبعا اي حاجه impossible بتطلع بكام؟ بزيرو. طب البروبابيلتي بتاعت الدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب عايز البروبابيلتي بتاعت الاي 1 2 3 4 5 divided 5 تطلع 1 over كام؟ 1 over 6. سؤال حلو واللي قبليه كان احلى. عايزك تعرف يعني ايه كلمه اند يعني الانترسكشن، اور يعني يونيون، وبيرفكت سكوير برضو كلمه جديده لازم تكون عارفها عشان محدش يغلس عليك. دخلنا بقى في الجزء ده. طبعا ده كده جزء شرح، لو انت فاكره من الشرح جريه، بس احفظ معايا بس الرولز. بيقول لي هنا ايه؟ لو انا عندي set of A و set of B 3 فيها 1 و 2 و 3 والثانيه فيها 3 و 4. اتفقنا ان كنت علمتك كمان حاجه اسمها الرسم. خلي بالك ان هنا هما الاثنين بيتخانقوا على مين؟ بيتخانقوا على 3. بس هنا في 1 و 2 وهنا في 4. فانا كده
رسمت ال1 وال2 وال3 وال4، باقي ايه؟ باقي ال5 وباقي ال6. دي مش 12، ها؟ دي 1 و2. طب وبعدين؟ عايز البروبابيلتي ان هو يطلع يونيون. ماشي، سوري، عايز اليونيون الاول. كلمه يونيون يعني حط كله على كله. 1 و2 و3. لما تيجي تكتب 3 و4 ما بنكررش، والتكرار ده كان اسمه الانترسكشن. بالراحه بقى، للي مش فاكر الرول جت منين هقول لك. انا لما جيت كتبت اليونيون، انا كتبت الاي كلها وكتبت البي كلها، بس شلت مين؟ شلت الانترسكشن. وده الرول اللي انا عايزك تحفظه. ان ايه هو رول اليونيون؟ عباره عن الاي بلس البي بس ماينس مين؟ ماينس الانترسكشن. طب لو انا قلت لك ايه اللي موجود في الاي مش موجود في البي؟ اللي موجود في الاي مش موجود في البي ال1 وال2. يعني كتبت ال1 وال2 وال3 بس شلت الانترسكشن. عشان كده النهارده افكرك بسرعه، طبعا الكلام ده احنا خدناه ان ديتيلز في الحصه، عباره عن الايه بس شيل منها مين؟ شيل الانترسكشن. طب لو قلت لك، طبعا خلي بالك ان الحته دي اسمها الانترسكشن، الحته دي اسمها ايه؟ ديفرنس بي، والحته دي اسمها بي ديفرنس ايه. فلما اقول لك بي ديفرنس ايه، ايه اللي موجود في البي مش موجود في الايه؟ ادي البي كلها وشيل اللي موجود في الايه، يعني شلت برضو مين؟ الانترسكشن. عشان كده رول بي ديفرنس ايه عباره عن البي ماينس الانترسكشن. طيب بروبابيلتي الانترسكشن بكام؟ هي طبعا دي مش عايزها. اوكي، فخلي بالك هنا ان لما اجي اقول لك انا عايز اليونيون، كنا بناخد الايه مع البي بس يشيل منها الانترسكشن. لازم يتحفظوا. اي ديفرنس بي الاي ماينس الانترسكشن، بي ديفرنس ايه البي ماينس الانترسكشن. ولازم تكون عارف ان المكان ده اسمه ايه؟ انترسكت بي. المكان ده اسمه ايه؟ ديفرنس بي. المكان ده اسمه بي ديفرنس ايه. ودول كانوا اول نوع. كان في نوع تاني برضه هفكرك كده بيهم بسرعه. انا عايز النهارده ريفيجن ونشرح بيها كل حاجه، مش عايز ولا كلمه تفوت منك. الالجبرا تلم لك درجات الترم ده. عندنا الايه ب 1 و 2 والبي ب 3 و4. الله، ده مفيش انترسكشن. ما انا عارف. وهنا ال5 وهنا ال6 مفيش انترسكشن ما بينهم. فعشان كده النهارده لو قلت لك الانترسكشن ما بينهم تقول لي 5. وخلي بالك ان البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن بزيرو، ودي حته مهمه، حته مهمه اكتر حته عليها اسئله. ان لو A و B بعاد عن بعض بنسميهم mutually exclusive او بنسميهم disjoint، مش متوصلين. في حاله ان هم مش متوصلين يبقى الانترسكشن ب 5، بروبابيلتي الانترسكشن بكام؟ زيرو. فاكر صديقي من شويه لما كنت بقول لك اليونيون، هو اصلا اليونيون كان عباره عن الايه بلس البي ماينس الانترسكشن. بس مفيش انترسكشن ما بينهم، يبقى الاي ومين؟ والبي. طالما بقول لك بي ديفرنس ايه، المفروض عباره عن الاي ماينس الانترسكشن، بس برضو مفيش انترسكشن. طالما بقول لك البي ديفرنس ايه، المفروض عباره عن البي ماينس الانترسكشن، بس مفيش ايه؟ مفيش انترسكشن. هجيب لك من ابو ناهيه هم اللي فاتوا، بس الفرق ما بين الاولى والثانيه اول ما يقول لي دي جوينت يبقى مفيش ده مفيش ده مفيش ده. وانا ملمم لك هنا النوتس كلها ان الانترسكشن ما بينهم بفاي، لكن بروبابيلتي الانترسكشن بزيرو. واليونيون يبقى عباره عن اي وبي بس. الديفرنس عباره عن ايه بس والبي بس. تعال نشوف كده كام فكره، يلا بينا. طيب اخدنا 2 بيتقابلوا و2 ما بيتقابلوش. تعال نشوف الفكره الثالثه. الفكره الثالثه بقى يا صديقي ان الايه جزء من البي، فبتتعمل كده الايه وادي البي. الايه جزء من البي، فلو الايه جواها 1 و2 البي يبقى جواها ال1 وال2 وكمان ال3. تلاقي الايه جزء من البي.
طب لو حبيت ارسم الاس، كلمه الاس يعني بتكتب كل النمبرز، ال1 اتكتبت، ال2 اتكتبت، ال3 اتكتبت، لسه ال4 وال5 وال6. طيب تعالى كده اسالك شويه اسئله. مين اللي متكرر في الاي وفي البي؟ تقول لي ال1 وال2. الله، طب ما تقول الايه على طول يا مستر، عندك حق. طب لما اقول لك حط الايه على البي، تقول لي لو حطيت الايه على البي تدي ال1 وال2 وال3 يعني البي كلها. طب ما تقول هنا probability البي. طب لما اقول لك ايه اللي موجود في الايه مش موجود في البي، تقول لي مفيش. كلمة مفيش معناها فاي ولا زيرو؟ تقول لي على حسب. لو probability تطلع بزيرو، هنا تطلع بكام؟ بفاي. ما عندكش طريقة أسهل؟ موجود، كله موجود. ايه هي؟ بص يا صديقي، لما يكون الايه سبست من البي، يعني دي الصغيرة ودي الكبيرة، دايما هتلاقي ان الانترسكشن بيدي الصغنططة، اليونيون يدي الكبيرة. ايه اللي موجود في الصغير مش موجود في الكبير؟ مفيش. ودول اللي انا يهمني تحفظهم، عشان كده انا بفكرك جم منين. يبقى لو ايه سبست من البي، يبقى ده الصغير وده الكبير. لما اقول لك اليونيون يدي الكبير، الانترسكشن يدي الصغير، اللي موجود في الصغير مش موجود في الكبير، مفيش. حطيت زيرو ليه؟ عشان بروبابيلتي. لكن لو ما كانش كاتب بروبابيلتي كنت كتبت فاي. بي ديفرنس ايه عباره عن عادي بي ماينس ايه. طيب هل يا ترى هناك انواع اخرى؟ لا، هو في بس معلومه زياده. عندنا حاجه اسمها الايه 1 و 2 و 3. عندي حاجه اسمها ايه كومبلمنت. يعني ايه كلمه ايه كومبلمنت؟ كلمه كومبلمنت يعني اللي بيكمل. البارتنر بتاعك اللي بيكملك. اللي بيكمل الايه، اللي بيكمل الايه عشان تجيب الاس كلها، ال4 وال5 وال6. فده اسمه ايه وده اسمه ايه كومبلمنت. يبقى اللي جوه الايه اسمه ايه، اللي بره الايه اسمه كومبلمنت اوف ايه. طيب طب لو انا قلت لك ايه اللي متكرر بين الايه والايه داش؟ مفيش ليها معنيين. من غير probability فاي، probability تطلع بكام؟ بزيرو. ايه الزيرو الدي ده؟ زيرو برضو. زيرو ده زيرو يا جماعه، ده زيرو ده زيرو ده زيرو. طيب لو قلت لك حط الايه على الاي داش، لو حطيت الايه على الاي داش يعني هنعمل 1 و2 و3 و4 و5 و6 تدي اس. طب لو قلت لك البروبابيلتي الاس 6 من 6 ب 1، ودي مهمه جدا، يجي يقول لك بروبابيلتي الاس بكام؟ ب 1، عشان كلها شور ايفنت. ايه اللي موجود في الايه مش موجود في الايه داش؟ الايه كلها. طيب لمنا الدنيا. لا، قبل ما لك الدنيا في موضوع مهم جدا صديقي، ان الايه مع الايه داش بيدي 1. اي حاجه وعكسها الصم ب 1. ما فاهمش يعني لما اجي اقول لك احتمال الاهلي يكسب 0.9، يبقى احتمال انه ما يكسبش كام؟ ما فكرتش 0.1. انت عارف عملت ايه؟ انت عملت 1 ماينس. لما اقول لك احتمال ان الدنيا تمطر 0.7، يبقى ما تمطرش 0.3. عملت ايه؟ 1 ماينس 0.7 0.3. لما اقول لك احتمال انك تجيب 98 من 300 ولا من 100 في المية، يبقى انت باقي لك كام؟ تقول لي 2%. عملت ايه؟ 1 ماينس او 100% ماينس. ما هو ال1 هو ال 100%. عشان كده لو قلت لك اجيب الكومبلمنت بتاع اي حاجه 1 ماينس من غير داش. وطبعا عشان اجيب الايه 1 ماينس الاي داش، اي حاجه وعكسها بعمل 1 ماينس. عشان كده بقول لك ان ايه انترسكت اي داش بفاي، لكن بروبابيلتي الانترسكشن بزيرو. اي يونيون اي داش باس، بروبابيلتي اليونيون ب1. خلي بالك ان اي حاجه وعكسها ب1، عشان اجيب الاي 1 ماينس اي داش اجيب الاي داش 1 ماينس ايه. طب تعالى نشوف كمان معلومه. يلا نسمع يلا نسمع يلا نسمع. طيب الحته دي اسمها ايه؟ انترسكت بي. الحته دي اسمها اي ديفرنس بي. الحته دي اسمها بي ديفرنس ايه. طيب
لما اجي اقول لك ايه رول اليونيون تقول لي عباره عن الاي بلس البي ماينس الانترسكشن. طب لما اقول لك ايه ديفرنس بي عباره عن الايه ماينس الانترسكشن. لما يجي يقول لي بي ديفرنس ايه هيبقى عباره عن البي ماينس الانترسكشن. طيب لما اجي اقول لك ايه انترسكت بي والاثنين ماتش والاكسكلوسيف مفيش معناها ايه؟ هنا زيرو هنا فاي. طب بالنسبه لدول ما انا قلت لك ايه رول اليونيون؟ رول اليونيون المفروض عباره عن الاي بلس البي المفروض ماينس الانترسكشن، بس في الماتش والاكسكلوسيف دول بيتشالوا. طب لما اقول لك ايه ديفرنس بي المفروض الاي ماينس الانترسكشن، بس الانترسكشن ايه بيتشال. طب اللي بعده لو قلت لك ايه، طبعا دول اسمهم ماتش والاكسكلوسيف، دي اسمها سبست او واحده جوه الثانيه. لما اجي اقول لك ايه سبست من البي يبقى ده الصغير وده الكبير. لو قلت لك اليونيون يدي الكبير يعني يدي البي. طب الصغير يدي الايه يعني الصغير. ايه اللي موجود في الصغير مش موجود في الكبير؟ مفيش. كلمه مفيش هنا زيرو مش فاي. لو ما كانش كاتب بروبابيلتي كنت كتبت فاي. طيب عايزك تسمع دول معايا عشان دول نحفظهم اهم كده مكتوبين. لو انت مش حافظهم سكرين شوت كده خد دي. طيب تعال قلنا برضو من شويه ان كلمه اند يعني انترسكشن، كلمه اور يعني يونيون. لما اجي اقول لك ايه انترسكت اي داش بايه تقول لي يا مستر هو الايه والاي داش ما بيتقابلوش، بس فاي ولا زيرو؟ البروبابيلتي دايما هي اللي بتطلع برقم لكن دي اللي فاي. طب لو حطيت الايه على الاي داش تدي الاس، بروبابيلتي الاس بكام؟ ب 1. طب ما هو طالما الايه بلس الايه داش ب 1 يبقى لو حبيت اجيب الايه هعمل 1 ماينس الايه داش، ولو حبيت اجيب الايه داش 1 ماينس الايه. وخلي بالك ان البروبابيلتي ما بين 0 و 1 او 0% و 100%. الزيرو او 0% كان اسمها impossible event، لكن ده كان اسمه sure او كان اسمه certain event. الكلام ده احنا قلناه برضو من ضمن النوتس، فبالنسبه لك ما فيهوش مشكله. تعال بقى نبدا نحل. دي نوتس اهي، يلا نحل. طب مستر ايه يا قلب المستر هو شكل السؤال بيجي ازاي يا باشا؟ اؤمر واتمنى احلم واتهل. يلا تعال نشوف. يلا حضرتك عشان اقدر احل لازم اكون حافظ رول كويس، عشان كده سمعتنا كذا مره. يلا ايه رول اليونيون؟ المفروض اليونيون عباره عن الاي بلس البي ماينس الانترسكشن، والاي موجوده والبي موجوده والانترسكشن موجود يطلع ب 0.4. طب اللي بعده عايز بروبابيلتي ايه ديفرنس بي، ده عباره عن الايه ماينس الانترسكشن، والحمد لله انها مش ماتش ولا اكسكلوسيف، كان زماني قلت الانترسكشن بزيرو. عرفت منين هم مش ماتش؟ طالما في انترسكشن يبقى مش ماتش. طيب هنا 0.2 ماينس الانترسكشن ب 0.1. طب اللي بعديها عايزين نجيب بي ديفرنس ايه، عباره عن البي ماينس الانترسكشن. البي اللي هي 0.3 ماينس الانترسكشن يطلع 0.2. طب اللي بعده يعني ايه معنى كلمه كومبلمنت اوف ايه؟ كلمه كومبلمنت اوف ايه يعني 1 ماينس الايه، يعني عباره عن 1 ماينس ال 0.2 ب 0.8. طب يعني ايه معنى كلمه يونيون وعليها كومبلمنت؟ اي حاجه يا صديقي عليها كومبلمنت يبقى 1 ماينس من غير داش. واحنا الحمد لله جبنا اليونيون، ما كان زماننا هنروح نجيبها. طيب تعال نشوف اللي بعده. المره دي قال لي دول ماتشولي اكسكلوسيف يعني مفيش انترسكشن، بس خلي بالك من الاثنين دول فيهم واحده فاي وفيهم واحده زيرو. مين اللي بيطلع برقم؟ البروبابيلتي، لكن دي تطلع ايه؟ فاي. طب لما اجي اقول لك اليونيون المفروض الطبيعي ان اليونيون عباره عن الايه بلس البي ماينس الانترسكشن، بس هنا الانترسكشن بزيرو همسحها. طب لما اقول لك ايه ديفرنس المفروض عباره عن الايه ماينس الانترسكشن، بس هنا الانترسكشن بزيرو. طب لما اقول لك بي ديفرنس ايه هتقول لي عباره عن البي ماينس الانترسكشن، بس الانترسكشن بكام؟ بزيرو. طب كمل. يبقى انا هنا هعمل ايه بلس بي يبقى 0.3. ايه ده؟
يعني 0.3 بلس 0.4 ب 0.7. الايه ب 0.3 وده 0.4. وخلي بالك ان لما يكون الديفرنس بالايه والديفرنس بالبي يبقى الاثنين على طول ماتشولي اكسكلوسيف. طب حبيت الكومبلمنت، مش حبيته، يعني حبيت اجيب الكومبلمنت، هعمل 1 ماينس من غير داش، يعني 1 ماينس ال 0.3 تطلع 0.7. تعال نشوف كمان معلومات تاني. يلا بيقول لي هنا ايه سبست من بي. طالما ايه سبست من بي يبقى الانترسكشن بيدي الصغير واليونيون بيدي الكبير. يعني الانترسكشن يدي الايه واليونيون يدي البي. هو عايز اليونيون يبقى يدي البي، هنعوض في الاخر. عايز الانترسكشن يدي الايه. طب ايه اللي موجود في الصغير مش موجود في الكبير؟ مفيش يعني زيرو. طب اي حاجه كومبلمنت يبقى 1 ماينس من غير داش. تعالى بقى نعوض. فهنا البي يعني 0.4، الايه 0.2، وهنا 1 ماينس 0.4 يطلع 0.6. طيب طبعا دي اسئله متكرره كتير. لما اجي اقول لك بروبابيلتي بتاعت الايه ب 1 يبقى الايه ده ايه؟ شور ايفنت. بروبابيلتي الايه ب 0 يبقى الايه ده ايه؟ امبوسيبل ايفنت. حلو السؤال ده، حلو يعني حلو. الايه ايكوال تو ايه داش. عايز اعرف بروبابيلتي الايه بكام. ليها طريقتين، في طريقه بابتدائي وفي طريقه باعدادي. الطريقه اللي ابتدائي كنا بنعملها ازاي؟ يمكن تعجبك. هعمل الايه 2 ايه داش وهنا الصم دايما ب 1، وبعدين حط فوق الريشيو هنا 2 وهنا 1 يبقى هنا 3. اقدر اجيب الايه والايه داش كروس مالتيبليكيشن. هو عايز الايه بس 2 تايمز 1 اوفر 3 ب 2 ثيردز. عندكش طريقه ثانيه؟ موجود. طيب بيقول لي هنا ايه؟ انا عارف ان الايه بلس الايه داش ب 1. شيل الايه وحط مكانها 2 ايه داش، تطلع 3 ايه داش ب 1 يبقى الايه داش بثيرد. طب عندي الايه داش، هقدر اجيب الايه ولا ما اقدرش؟ طالما عندي الايه داش عشان اجيب الايه يبقى 1 ماينس الثيرد. طبعا سؤال تقيل شويه، انا شايف ابتدائي اسهل، بس كده كده عندك الطريقتين ومش اول مره ناخدها. طب تعال نشوف اللي بعده. عندي الايه داش ب 0.2، لا انا عايز الايه ماليش دعوه. طب تجيب ازاي الايه؟ 1 ماينس من غير داش. طيب عندي البي داش، انا عايز البي عشان اجيب البي 1 ماينس من غير داش. وعندي عايز اليونيون. ايه رول اليونيون؟ المفروض اليونيون عباره عن الايه بلس البي ماينس الانترسكشن وكله موجود. الايه جبناها، البي جبناها، الانترسكشن عندنا تطلع ب 0.9. تعال نشوف كمان فكره، يلا بينا. طبعا دي معلومه لازم تكون عارفها. كلمه occurrence of A يعني probability of A. non occurrence of A او complement of A يعني ايه complement؟ لما اقول لك or يبقى union او at least يبقى برضه union. عكسها لما اقول لك and يبقى intersection، وفي طبعا together او at most، بس مش مهم، مش عايزين نحط معلومات ازيد من اللي عليك. لما اقول لك occurrence يقول لي يعني ايه بس؟ يعني ايه من غير البي؟ طب occurrence الايه and non occurrence B يعني بي. لما اقول لك occurrence one of them يبقى A difference B plus B او union B difference A. تعالى كده نشوف عليها سؤال، يلا بينا. A and B are two events مدي probability of A مدي probability of B مدي probability بتاعة الانترسكشن، وبيقول لي عايز ال probability of at least one of them. طبعا عيب السؤال ده اللي انت لو مش حافظ الحاجات اللي موجودة في السلايد اللي فاتت هتفضل متنح. ايوه يعني عايز يقول لي بس عايز وانا اجاوب. فطبعا عشان كده لازم السلايد اللي فات تكون محفوظة. كلمة at least يعني اليونيون، وانا عارف ان اليونيون عباره عن الاي بلس البي ماينس الانترسكشن.
يعني الاي بتاعتي اللي هي 0.5 البي اللي هي 0.6 ماينس الانترسكشن 0.4 تطلع ب 0.7. طب اللي بعديها بيقول لي عايز البروبابيلتي A B and A هي A and B. كلمة A and B يعني عايز الانترسكشن. شكرا. الانترسكشن يعني A and B يعني هتجيب الانترسكشن ما بينهم وده كده كده هو مديها لك. طب الثالثة عايز النون اوكيرنس ايه. كلمه نون اوكيرنس ايه يعني كومبلمنت اوف ايه. ومعنى كلمه كومبلمنت اوف ايه يعني 1 ماينس الايه يعني 1 ماينس الهاف برضه هاف. ايه الصدفه اللطيفه دي. طب اللي بعديه الاخير ربه كريم بيقول لك البروبابيلتي اوف اوكيرنس one of them without the other. يعني الايه من غير البي والبي من غير الايه. طب ايه ديفرنس بي عباره عن ايه؟ عباره عن الاي ماينس الانترسكشن. طب بي ديفرنس ايه عباره عن ايه؟ عباره عن البي ماينس الانترسكشن. وده الموجود وده موجود. يلا بينا. طب تعالى كده الاي ب 0.5 والانترسكشن ب 0.4 البي ب 0.6 والانترسكشن ب 0.4 يعني 1 و 2 تطلع 0.3. تعالى نشوف كمان فكره يا صديقي. حلو السؤال ده. السؤال ده ما بيتحلش غير بالرسم. يعني هو فكرته ان انت تعرف ترسمها فلما ترسم تعرف تحل. بيقول لي ايه؟ عندنا كلاس روم consists of 40 students. 30 succeed in math and 24 succeed in science and 20 in both math and science. طب دي تعمل ازاي؟ كلمة لما اقول لك both of them يعني معنى كده لو الرسمة دي بتاعت الماث والرسمة التانية بتاعت الساينس هما الاتنين بيتخانقوا. بيقول لك قال لي هنا في 20 of them succeed في الاتنين. 20 في both math and science يعني ال 20 هنا تبع الماث وتبع الساينس ودي أول حاجة تتحط. وبعدين الماث قال لي كام؟ قال لي الماس قال لي 30 هنا 20 يبقى هنا 10. طب ممكن تقول لي ايه الفرق؟ دول ناجحين ماس وساينس لكن دول ناجحين ماس مش ناجحين ساينس لكن كل ناجح 30. طب الساينس 24 هنا 20 يبقى هنا 4 يبقى الفور دول ناجحين ساينس مش ناجحين ماس. طيب عايزين نكتب الاس. الاس كلها كان عددهم 40. لو انت عملت دول هتلاقي 34 في 6 ولا نجحوا ماس ولا نجحوا ساينس. اكيد ما كانوش بيتفرجوا علينا. ركز بقى عشان ايه نحط اسمك هنا. اوكي طب تعالى نبدا نشوف بقى ايه الاسئله اللي ممكن تيجي. لو قلت لك كام واحد نجح في الماس 30 لكن كام واحد نجح في الماس بس 10. طب كام واحد سقط في الماس 4 و6 اي حاجه بره الماس يبقى ايه مش نجح في الماس. في الماس صح. طب كام واحد نجح ساينس 30. كام واحد ناجح ماس وساينس 20. كام واحد نجح ساينس مش ماس 4. طب كام واحد شايل الاثنين لا ده اللي شايل الاثنين لكن كام واحد شايل ساينس ده وده. هقولهم تاني بس بسرعه قبل ما احل. كام واحد نجح ماس 30. كام واحد نجح ماس وساينس 20. كام واحد ناجح ماس مش ناجح ساينس 10. كام واحد نجح ساينس 24. كام واحد نجح ساينس مش نجح ماس 4. كام واحد سقط في الاثنين 6. كام واحد سقط في الماس 10. كام واحد سقط في الساينس 16. انا قلتهم كلهم عامه. هنا 40 وهنا 40 وهنا 40 وهنا 40. كام واحد نجح في الماس 30. كام واحد نجح في الساينس 24 divided by 4 ولا كام؟ 24 divided 40 تطلع 3/5. كام واحد ساقط في الماس؟ كل اللي بره الماس يبقى ساقط في الماس. كوارتر. كام واحد ناجح ماس اور ساينس؟ يبقى ال 10 وال 20 وال 24 من 40 يعني 34.
اعمل لهم بلس. لا دي 4 بس مش 24. اعمل بقى 34 divided by 40 تطلع معايا 17 over 20. تعال نشوف حاجة تاني. ودخلنا في اللي تشوز الامبوسيبل بزيرو، لكن لو ما كانش قال probability كنا خدنا فاي. البروبابيلتي بتاع الشور ايفنت ب1 لان لازم البروبابيلتي يطلع برقم. لو 2 ماتشولي اكسكلوسيف يبقى البروبابيلتي بتاع الانترسكشن بزيرو مش بفاي. لو الاثنين ماتشولي اكسكلوسيف يبقى المفروض عباره عن الاي بلس البي ماينس الانترسكشن، بس عشان ما فيش انترسكشن يبقى اي بلس بي بس. لما اجي اقول لك ايه سبست من البي يبقى الانترسكشن بيدي الاولانيه، لكن اليونيون يدي الثانيه. طب لو انا قلت لك رميت كوين عايز البروبابيلتي ان يطلع هيد اور تيل، طيب ما هو الهيد الكوين اهو يطلع هيد ويطلع تيل، يبقى البروبابيلتي بتاعت الهيد هاف والتيل هاف، وكلمه اور يعني بلس، هاف وهاف 1 او 100%. حلو السؤال ده. نشوف اللي بعده. لو يا ولد، طب لو انا عندي 20 identical cards من 1 ل 20 وقلت لك فكره لو مش مادي من ال1 ده حماده تاني خالص. بيقول لي هنا عايز البروبابيلتي ان يطلع مالتيبل اوف 7، يعني تيبل 7 7 14 21. لا احنا عايزين 2 بس، يبقى 2 من 20 يعني 1 من 10. عايز احولها ببرسنت اعملها تايمز 100 تطلع 10%. طب بيقول لي هنا ايه؟ عندنا داي، انا عارف ان الداي بتطلع يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6. عايز البروبابيلتي انها تطلع اود. مين الاود اصلا؟ الاود 1 و3 و5 وفي نفس يعني ايه اود قد ايه؟ الغباوه دي الغباوه دي ما هي يا اود اند ايفن. ماشي. الايفن اللي هي 2 و4 و6 ما ينفعش يطلع يا اود اند ايفن. لو اور كنا خدناهم كلهم، لكن اند يعني الانترسكشن مفيش انترسكشن ما بينهم، يبقى فاي والبروبابيلتي بتاعت الفاي بكام؟ بزيرو. طب لو عندي هنا داي الاي ابيرنج البرايم، مين هم البرايم؟ اللي هم 2 وال3 وال5. والبي الابيرنج الاود، مين الاود؟ ال1 وال3 وال5. عايز الانترسكشن ما بينهم، ما هم الانترسكشن ما بينهم يعني المتكرر 3 و5. يبقى البروبابيلتي بتاعت لا دي الانترسكشن بس، يبقى البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن 2 من 6 تطلع ثيرد. اللي بعده السؤال اللي بعده A و B are two events. عايز الايفنت اوف occurrence A only. كلمة A only يعني ايه من غير البي، لكن non occurrence البي هي اللي A complement. لو ال A is event يبقى ال A dash 1 minus ال A. طب لو ال A بثيرد يبقى ال A dash 1 minus third ب 2 thirds. دايما probability بتاعت ال S dash انا اعرف اللي اعرفه. حلو انا اعرف اللي اعرفه سوري. انا اللي اعرفه ان probability بتاعت الاس بكام؟ 1. يبقى البروبابيلتي بتاعت الكومبلمنت 1 ماينس الاس، يعني 1 ماينس ال1 بكام؟ بزيرو. مفيش probability تطلع بالنيجاتيف يا استاذ. الاي لو حطيت على الاي داش بتدي الاس، ايه انترسكت اي داش تدي يا فاي يا زيرو. طالما مش حاطط probability بتطلع بفاي. حطيت الاي على الاي داش تدي اس، حطيت probability بتاعت الاس ب1. طيب لو الاكس از كومبلمنت اي حاجه انترسكشن ما بين حاجه والكومبلمنت بتاعها مفيش، لكن طالما بروبابيلتي بناخد زيرو. لو الاي سبست من البي، ايه اللي موجود في الاي مش موجود في البي؟ مفيش. يا ولا وكلمه مفيش بروبابيلتي يعني زيرو. طيب لو الاثنين ماتشوا الاكسكلوسيف، ايه الديفرنس؟ طبعا ده كله حفظ رول، يبقى ايه؟
لو الاي قد الاي داش ما هما الاثنين الصم بتاعهم ب1 يبقى ده هاف وده هاف. لو انا قلت if the probability of السيرتيفيكيت بتاعتك 85% يبقى الفيل، يبقى 100% minus 85% يطلع 15%، وكلمة 15% يعني 15 over 100 0.15 أو divided 5 يبقى 3 over 20. أي واحدة من دول صح. 3 over لأ 3 over 20 أيوه هي صح. طيب اللي بعديها لو A and B are two mutually exclusive. طيب ما هو طالما mutually exclusive يبقى الانترسكشن ما بينهم بزيرو. عايز الكومبلمنت يبقى 1 ماينس الانترسكشن، يعني 1 ماينس الزيرو ب 1. اللي بعديها A and B are two events، ال A ب 0.6 والانترسكشن بده. عايز الديفرنس. ما هو لازم تكون عارف ان الديفرنس عباره عن ال A ماينس الانترسكشن، يعني عباره عن 0.6 ماينس الانترسكشن تطلع ب 0.2 يعني. طب اللي وراها مدي مش حلو، ده اصيع شويه. طبعا هو هنا بيقول لك ان كله حفظ رول، حافظ الرول هتحل، مش حافظ الرول مش هتعرف تحل، فلازم تحفظ الرول. انت لازم تكون عارف ان ايه ديفرنس بي عباره عن الاي ماينس الانترسكشن. طب الاي اساسا بكام؟ ب 0.7. هو عايز الانترسكشن 0.7 اشيل منها كام عشان تدي 0.5؟ تطلع طبعا 0.2. طب اللي بعده دي اخدنا زيها، قلنا ليها طريقتين، في طريقه اعدادي وفي طريقه ابتدائي. الابتدائي نحلها في الاول عشان بتكون دايما اسهل. هحط هنا A و A داش واحط الصم، ودايما الصم ب 1، والريشيو ان الاي ب 1 وده 4 وده 5. عايز الاي ده تايمز ده اوفر ده، عايز الاي داش ده تايمز ده اوفر ده، وانا بحب الطريقه دي اسهل. يبقى الاي 4 تايمز 1 اوفر 5 يعني 0.8. طب الطريقه الثانيه انا عارف ان الاي والاي داش ب 1، شيل الاي وحط 4 اي داش، يعني 5 اي داش ب 1، يبقى الاي داش ب 1 اوفر 5. ده الاي داش. اقدر اجيب الاي ولا ما اقدرش؟ عشان اجيب الاي 1 ماينس الاي داش، 1 ماينس 1 اوفر 5 ب 4 اوفر 5، او اللي هي 0.8 على حسب بقى. ما انا حليتها كده كده. طيب اول ما يقول لي 2 ماتشول اكسكلوسيف يبقى البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن بزيرو، خليها يمكن تنفع. بعديها قال لي الاي داش ب 0.6 يبقى الاي بس 1 ماينس الاي داش ب 0.4، ومدي اليونيون عايز البي. طب حلو قوي. طالما اليونيون ب 0.9 يبقى المفروض الاي بلس البي ماينس الانترسكشن، مفيش انترسكشن، بزيرو. يعني الاي بلس البي بده، طالما ده 0.4 ودي دي بالماينس يبقى تطلع الثانيه ب 0.5. اللي بعده بيقول لي A and B are two events، A subset من البي، عايز يعرف بي ديفرنس ايه. طالما subset ايه اللي موجود في الاي مش بص، لو قلت لك ايه اللي موجود في الاي مش موجود في البي، اكتبهم لك كلهم يا سام. اول ما اقول لك ايه subset من البي، لو قلت لك الانترسكشن تقول لي يدي الاي، لو قلت لك اليونيون تقول لي البي، طب لو قلت لك ايه اللي موجود في الايه مش موجود في البي تقول لي مفيش. لكن لما اقول لك بي ديفرنس ايه عباره عن probability اوف بي ماينس البروبابيلتي بتاعت ايه. هو بي ماينس ايه ماشي ب 0.6 ماينس 0.2 تطلع 0.4. اللي بعده مفيش بعده. اقول لكم ربنا معاكم، اشوفكم احسن ناس في الدنيا. خلصنا المنهج بمراجعاته. اتفرجوا على كل فيديوهاتنا، واللي عنده اي استفسارات يبعت لنا. استنوا فيديو الفاينل ريفيجن والفيديو اهم اسئله تشوز.